وتشاهدوا وتكتشفوا جوانب اخرى من مسيره الفنان القدير نور الدين بن عياد، وطول ندخل في الموضوع ونقولوا على غير العاده باش نحكي على فنان مازال على قيد الابداع ومازال يتمتع بنعمه الحياه، ربي يديم عليه موفور صحه الابدان. وعلى غير العاده المعلومات والمعطيات اللي بنيت عليها حكايتي اليوم لا خذيتها لا من مراجع ولا من كتب ولا حتى من السيد جوجل، وانما استقيتها من المصدر مباشره. وكيف نقولوا خاطيني والرادار وعم حموده نتصور عرفتوني على شكون باش نحكي. هو الفنان نور الدين بن عياد، اصيل حامد جابس، اما تولد في تونس وقرا في تونس، ومن اللي هو في الصادقيه بدا يتحسس طريقه ويفيق بموهبته. في مره من المرات يا ألفة وهو قاعد يستنى في الصالون الكبير متاع التلفزه كي كانت في شارع الحريه، كان الفنان نور الدين بن عياد لقاء الصدفه مع الفنان الكبير لمين النادي. وقتها دوب ما جاء هو سعاد محاسن ربي يفرج عليها من الكيف واستقروا في تونس. وبعد خوذ كلمه واعطي كلمه بيناتهم الزوز، هما خارجين مروحين يظهروا بالصدفه يسكنوا في فرد ربط محسوب بين سيد البحري وشارع اليوم. ومن وقتها بدات علاقه تعاون فني وتأطير من الفنان المبدع حمد الجزيري الله يرحمه. في 1975 تكونت فرقه المغرب العربي للمسرح، ضمت وقتها الى جانب نور الدين بن عياد كما تعرفوا لامين النهدي وموج العوني وكمال التواتي وغيرهم. وكنا نتفكروا المسرحيه اللي حدثت وقتها الكريته اللي تعتبر محطه ابداعيه فنيه مرجعيه في تاريخ المسرح في تونس. ومن المسرح للتلفزه ومن الكوميديا للتراجيديا نلقاو الفنان نور الدين بن عياد ابدع فيهم الزوز، بدايه بالسلسله التلفزيونيه مع المبدع لمين النهدي اولاد الحلال، اخراج جميل دل بالرحال ومحمد رشيد بالغيث. ورمضان 1986 كان موسم الاقلاع بامتياز وميلاد ثنائي من انجح الثنائيات الكوميديه في تونس اللي هما نور الدين بن عياد وموج العوني مع المخرج القدير المرحوم عبد القادر الجربي. 30 حلقه، كل حلقه موضوع وكل حلقه حكايه، وكنعاودوا حتى نتفرجوا فيها نحسوا ضمار صار حتى لهالزمان، ومواضيع ما زالت تعنينا لتوا. نجاح كبير حققته السلسله اش خلى مناشده الشعب المرحوم نجيب الخطاب يعيط لهم في لو سمحتم. يا سيدي الفنان نور الدين بن عياد ما اقتصرش على الكوميديا في الاعمال التلفزيه، وانما نلقاه زاد في الدراما التلفزيه وفي ادوار دراميه. خاصه كي نذكروا مثلا على سبيل الذكر دوره الشهير الرادار اللي ما كانش دور ثانوي بالكل، وكان دور بطوله غير معلن. والدليل على هذا وقت جاء المدير العام السابق للتلفزه السيد عبد الحفيظ الهرقام كحضر مره وقت التصوير جاء نور الدين بن عياد وقال له ينجح الرادار ينجح المسلسل. مسلسل الحصاد يظهر لي والحصاد وغاده وغيرهم من مسلسلات العصر الذهبي للدراما التونسيه اللي نخلطوا للسلسله التلفزيه جاريه حموده اللي فيها هو عمل البطوله مطلقه. وقول سي نور الدين بن عياد اللي دور عم حموده استقى من شخصيه واقعيه حوات في سيد البحري، قعد يركز في سكناته وحركاته واستمد منها شخصيته. الفنان نور الدين بن عياد دمت ودام ابداعك، وان شاء الله باش نلقاوه في عمل جديد الشيخ جوجل مع الفنان الرقيق رشاد بن عثمان. شكرا لكم وتحيه كبيره كبيره للفنان نور الدين بن عياد، ان شاء الله نشوفوك تري بيانتو ان شاء الله في الشاشات التونسيه. تحيه كبيره لي.